السنه اللي فاتت وصل عدد الناس الفيجن، دول اللي هم فيجن صرف، اللي ما بيهزروش، اللي حتى ما بيشربوش لبن، ما بياكلوش بيض، ولا حتى بياكلوا عسل، دول وصلوا ل 88 مليون شخص عايشين معانا على الكوكب. ايوه في الكوكب معانا في ناس كتيره نباتيين، ممكن اكتر من 1.5 مليار انسان نباتي، بس اوكي مش شادين قوي في حوار النباتيه دي. بس الفيجن اللي هم ما بيهزروش دول عددهم عمال بيزيد، واظن كلنا عارفين ان كل يوم بيعدي هم بيعملوا قلق اكتر. So is veganism here to stay, or is dead as a steak on my plate, ladies? الدخول جوه عالم الفيجن دايما هيكون شيء غريب، بس من اللي انا عرفته ان دايما الشخص الفيجن نقطة البيع بتاعته لما يحب يتكلم مع اي شخص دايما هتقع في حاجة من الثلاث حاجات دي: الفيجن اللي بيهتم بالبيئة، الفيجن اللي بيهتم بالصحة، والفيجن اللي بيهتم بالحيوانات. بس عشان تفهموني، انا مش قصدي ان علشان الشخص يكون فيجن لازم يكون حاجة واحدة بس من الثلاث حاجات دي، لا، ممكن تكون فيجن وتؤمن بالثلاث حاجات دي. بس اللي انا بقوله ان دايما نقطة البيع للشخص الفيجن هتتحط تحت واحدة من الثلاثة دي، مش هيطلعوا بره. والموضوع في انتشار زايد حتى في العالم العربي وحتى هنا في مصر. انت دلوقتي ممكن تدخل اي محل عادي وتلاقي فيه الاختيار الفيجن، الاختيار النباتي الصرف. والموضوع ده جدا غريب بالنسبه لي، وانا عايز اتكلم عليه مش من ناحيه ان بقى في اختيار نباتي، ولكن من ناحيه دخول جوه عقليه الناس اللي بتاخد النظام النباتي كاسلوب حياه اوفر. الموضوع اكبر من ان ده فيديو عن الناس اللي بتحب تاكل اكل نباتي، لا، بل دي رحله للدخول جوه عقليه الانسان اللي عايش في سنه 2023. لما رمضان يخلص هبدا التحدي على طول، وفعلا رمضان خلص من هنا اهو، اول يوم العيد يا دوبك بس كده، وبعد ما الفرحه خلصت وكده اهو بدات فيجن 100%. مدونه الفيجن يوم واحد. جاد. عدى 4 سنين من ساعة لما أنا عملت الفيديو بتاع الفيجنزم ده، التحدي بتاع 3 أسابيع 21 يوم فيجن صارم، ولا أي منتج حيواني حتى كان موجود في الحمية الغذائية بتاعتي. وبصراحة عشان أكون صريح، من ساعة لما عملت حوار 21 يوم ده ونظرتي للأكل تغيرت عامة. عشان أكون صريح معكم، أكتر حاجة اتعلمتها وأكتر حاجة يعني فضلت معايا طول الفترة دي ان الاجسام بتاعه البشر كل جسم مختلف عن التاني. ان انا عمري ما كنت اتوقع ان اول حاجة افتقد ان انا اكون فيجن لمدة طويلة، وبرضه حتى ان انا فهمت دلوقتي لما كبرت شوية وقعدت اجرب هنا وهنا واجي هنا وهنا وكذا حاجة مختلفة، ان اكتر وقت كنت مستريح فيه، اكتر وقت ما كنتش كسلان فيه قوي، واكتر وقت كنت بقدر اشتغل وما عنديش اي مشكلة، كان هو لما كنت على حمية غذائية نباتية 100%. بس برضو ده مش معناه ان انا عايز ارجع للنظام الصارم 100% ده. وزيادة على ان كل شخص جسمه يختلف عن التاني، يعني انا لقيت ان حاجة زي كده بتنفعني. اكتشفت برضو ان مش منطقي ان شخص يكون بينادي بالحياة الصحية وبينادي بنظام صحي معين هو اللي هيحل لك كل مشاكلك، ويكون في نفس الوقت ما بيناديش بالرياضة، او ان في حياتك يكون في نظام اكتف، نظام شغال، ان انت تكون بتتحرك، ما تكونش بس معتمد على النظام الغذائي. اكلك والحاجات اللي انت بتحطها جوه جسمك ده شيء في منتهى الاهمية. بس المنطقي برضو ان علشان تكون بتنادي بنظام صحي هيغير حياتك لازم يكون ماشي معاه كده هو ان يكون في رياضة. وهنا نروح لكابتن حسين. طبعا انا مش عايز اكون الشخص ده اللي مش فاهم على موضوع معين، وفي الحالة دي حاجة ليها دعوة بالتغذية وبالرياضة واتكلم فيها وهي مش مجالي. فتواصلت مع كابتن حسين صاحب قناة الفورمة ودخلت معاه في النقاش ده عشان نحاول نعرف بالظبط مع بعض ونفهم
الموضوع اكتر. قناته موجوده في الوصف بتاع الفيديو، طبعا كلنا ايه نروح ندعمه لان هو بيمثل مصر في البطوله حاليا في دبي. كمال الاجسام طبيعي، فربنا يوفقه. اي شخص بينادي بنظام اكل ما، بحميه ما، وهكذا وكذا وكذا، برضه بتيجي من ناحيه اللي هو ايه بيكون متعصب لنوع معين. بس انا اللي بشوفه بقى قدامي ان انا كشخص ممل في هذا المجال ومش قاري فيه كتير ومش هو تخصصي وكل حاجه، اظن ان من العدل ان انا افهم ان مهما كان ايه الحميه بتاعتك، ايوه الحميه الغذائيه مهمه جدا، بس طالما ان انت ما عندكش اكتيف لايف ستايل، طالما ان انت ما بتعملش اي نوع رياضه، ما بتمشيش، ما بتجريش، ما بتروحش الجيم، فيعني ان انت تعدل من طريقه اكلك بشكل خرافي جدا، ده مش هيكون ليه نفس التاثير الا لو انت خليت بالك من صحتك بالرياضه. ده حقيقي. بص، هو خلينا الاول نرجع تاني لمقوله، في مقوله كده كانت طالعه زمان بتقول لك ان من النتائج المهمه اللي هتاثر على صحتك 80% منها بتيجي من الدايت، 20% بتيجي منها من الرياضه. اعتقد ان المقوله دي مش اصح حاجه في الدنيا. ليه؟ برضو المقوله دي ممكن تكون صحيحه لو انت عايز تهتم باوبجكتيف واحد او جول واحد بس، هو انك تخس او تزيد، مش حاطط في بالك انت صحتك عامله ايه، الاورجنز جوه عامله ازاي، الماسلز هل هي بتتحرك ولا لا. مثال، انت لو عايز تبقى صحي اكتر، فانت اهم حاجه عندك دلوقتي انك تهتم مثلا بالكارديو فاسكولار سيستم بتاعك، او عضله القلب اللي هي بيقولوا عليها ملهاش تمرينه. عضله القلب ليها تمرينه وهو الكارديو، انك تمشي مثلا في اليوم، انك تتحرك، الاكتيفيتي ليفل بتاعك يزيد. فده نوع من انواع النشاط الناس بتهمله. مثلا بتقول لك لا انا خلاص انا عامل دايت، فانا مش هتحرك من البيت، مش هعمل اي حاجه، ما انا عامل دايت خلاص. انا مثلا فيجن، انا بعمل بالانس دايت، فانا اوريدي لو انا اهتميت بالغذاء بتاعي ده هيترجم على شكلي، هيترجم على شكلك من ناحيه الفاتس. لو انت عامل ديفيسيت، عامل عجز من السعرات الحراريه، او عامل زياده في السعرات الحراريه في الفاتس بس، مش في الماسلز، مش في الشيب. ليه؟ لان العضلات هي حاجه بتبقى محتاجه سبب قوي انها تكبر او تصغر. يعني انت لو ما بتحركهاش، هي عامله زي الموظف المصري الغلبان بتاعنا اللي هو الحكومي، اللي هو لو انت ما اديتلوش شغل هو هيقعد في الشيفت بتاعه ما يعملش اي حاجه غير ان هو فاتح عمال على الفيسبوك والانستجرام والتيك توك. لكن انت لو اديته شغل هيبدا يطور من نفسه، ان هو يبدا يشوف طريقه ما ان هو يخلص الشغل اللي عليه ده عشان يروح في الميعاد بتاعه. العضلات كده، لو انت ما اديتهاش سبب قوي زي التمرين او اللود عليها ان هي تكبر، فهي مش هتكبر. هي العضلات عايزه تستريح مش عايزه تكبر. ففكره انك تعمل دايت ما تعملش تمرين، هتعمل دايت هتخس، شكلك ممكن ما يبقاش احسن حاجه وصحتك ما تكونش احسن حاجه. لو عملت تمرين بس من غير دايت، عضلاتك ممكن تزيد بس برضو صحتك مش هتبقى احسن حاجه من ناحيه الفاتس. فهو بالانس ما بين الاثنين. في جمله بقى انا عايز اعرف انت متفق معايا فيها ولا لا، ان كل جسم انسان او عامه يعني كل جسم شخص مختلف عن التاني. ده حقيقي. في حاجه اسمها مبدا الفروق الفرديه، ده اكتر اول حاجه خدتها اصلا في الشهادات اللي انا خدتها بتاعه التمرين. بيقول لك حاجه اسمها مبدا الفروق الفرديه. ربنا سبحانه وتعالى خالق بشر كتير، فانت لو لقيت حاجه كيس مش اللي انت اتعاملت معاها قبل كده واتعاملت معاها بنفس طريقه الكيس اللي انت اتعاملت معاها، ممكن تحصل نتيجه عكسيه. فلازم يكون معاك النولج، وما ينفعش يكون معاك النولج بس، عشان لو معاك النولج بس وما طبقتش على حد تاني، الكلام اللي مكتوب على الكراريس والكلام مكتوب في الكتب ده لو طبقته في الحياه العمليه زي اي حاجه في الدنيا، زي هندسه زي طب، دايما بتلاقي فيه سبيشال كيسز، دايما بتلاقي فيه خوازيق بتطلع لك من حيث لا تدري، فمحتاجه اكسبيرينس عشان تعرف تهندل الموضوع. انا دلوقتي بعمل فيديوهات بقالي فتره طويله. لما عملت فيديو عن موضوع الفيجنز، حلو تمام، هو واحد من اكتر الفيديوهات عندي في القناه اللي معمول لها ديسلايك، فاهمني؟ وانا يعني اوكي واحد من مع ان انا اتكلمت على حاجات كتيره جدا طول ما انا موجود على اليوتيوب، بس من اكتر حاجات اللي عملها ديسلايك هو الفيديو بتاع الفيجن. ف على والفكره هم شرسين شويه، هم شرسين شويه. والفكره انا فكرت في البدايه قلت ده ممكن يكون الفيديو معمول له ديسلايك كتير علشان انا جوه الفيديو ذات نفسه اتكلمت بشكل بوزيتيف عن نظام الحياه النباتي. ان انا بصراحه يعني اللي انا طلعت منه من الاخر ان سيبوكم من الدوشه والكلام الكتير اللي بيتقال عن الفيجانيزم، بس انا في رحلتي ان انا اكون فيجن لكم من اسبوع، لا صراحه انا كان نظام حلو وانا استمتعت بوقتي وكل الكلام ده. بس اللي انا اكتشفته ان كتير من الهيت اللي راح للفيديو ده كان جاي من الناس النباتيين، بس اللي هم النباتيين المتشددين زيادة على اللزوم، اللي هو ليه انت رجعت تاني بس ما فضلتش فيجن على طول، وليه انت ما اتكلمتش على حوار ان انت فيجن بشكل احسن. فبص، الفكره ان انا مش عايز اهاجم نوعيه معينه من الناس ولا اي حاجه من الكلام ده، لا بس الفكره ان هل انت شايف ان عامه شيء صح
ان اي جماعه من الناس يكون عندهم ثقافه واحده معينه كده ويكونوا يعني متشددين قوي فيها حتى لو هي بتعمل حاجه جيده. لان على فكره الحاجه اللي تربطها هنا ان برضو الناس اللي عندهم الثقافه بتاعت الذهاب الى الجيم ومش عارف مين والكلام ده، ايوه هي دي حاجه حلوه، بس برضو في منها بيطلع ثقافه اللي هو انت ليه ما بتروحش الجيم، انت ليه مش ويكون بشكل يعني مالس، يكون شكل شديد حبتين. بص، هي اي حاجه فيها اكستريم دي حاجه اسمها تطرف، والتطرف ده مش احسن حاجه في الدنيا. ليه؟ لازم تكون متقبل كل وجهات النظر عشان تعرف تاخد احسن حاجه ليك. ربنا سبحانه وتعالى ما خلقناش كلنا على نفس الحاجه، عشان كده هتلاقي دايما ان كل واحد بيرياكت على حاجه معينه بمنظور مختلف، كل واحد ليه بصمه مختلفه في انه يشوف الحاجه دي، كل واحد ليه برسبكتيف مختلف. فانك تكون واخد مذهب وتكون بتسبورت المذهب ده حاجه كويسه جدا، بس ما تكونش اكستريم. يعني ما تقولش ايه يا انا يا ما فيش. يعني مثلا ايه، لو انا فيجن الباقي ده كله ما بيفهمش حاجه وعمره ما هيعمل نتائج، او العكس صحيح، انا بروح الجيم 6 مرات في الاسبوع، لو انت بتروح 3 انت مش هتعمل اي نتيجه. انا بروح 6 مرات في الاسبوع، مان انا بروح 6 مرات في الاسبوع، انت كده مش هتعمل نتيجه. لا، هي الموضوع ما بيمشيش كده، الموضوع بيمشي كل واحد بيبقى ليه لايف ستايل، كل واحد بيبقى ليه ظروف معينه لازم ان هو يأقلم التولز اللي حواليه عشان تعرف تخدم الهدف اللي هو عايز يوصل له. فانك تبقى فيجن ممكن تقول الجوانب الحلوه اللي في الفيجن عشان تشجع واحد مثلا انه يبدا فيجن ويشوف هل الموضوع ده ماشي مع اسلوب حياته ولا لا. لكن ما ينفعش ان انت تخوض الموضوع للاكستريم، اللي هو انا فيجن مشيت مثلا كذا شهر على الفيجن سيستم ولقيت ان هو مش ماشي مع اسلوب حياتي، واول ما ارجع يقول لي لا انت غلط، انت ما مشيتش صح. لا، سيبني اجرب بقى كذا حاجه، سيبني اجرب البالانس دايت، سيبني اجرب لو كارب دايت، سيبني اجرب هاي كارب دايت، سيبني اجرب. الانسان اصلا في الحياه دي موجود عشان يجرب، فسيبني اجرب يمكن حاجات تظبط معايا. النقاش مع انفورما كان جدا خرافي، ودخلنا في اكتر من موضوع، اتكلمنا على انظمه مختلفه والحاجات اللي هو بيفضلها، الحاجات اللي انا جربتها قبل كده، المشكله مع اللبن اللي بقت موجوده عندي مؤخرا. جسمك ما بيبقاش زي الاول، مع ان انا لسه مش كبير، بس انا حسيت بالاختلاف ده. ان انا دلوقتي يعني فكره ان انا اصب لي كوبايه حليب كامله واشربها دي بقت مستحيل ان انا اقدر اعملها، مستحيل بقى، صعب. فلو انتوا عايزين تشوفوا المقابله كامله بدون اي تقطيع، هي موجوده دلوقتي للمنتسبين. لو انت ضغطت على زرار الجوين او الانتساب اللي موجود تحت جنب زرار السبسكرايب تقدر تتفرج على الفيديو بشكل كامل. وانا عارف ان ربما تكونوا لاحظتوا ان الفيديو ده مختلف نوعا ما عن نوعيه الفيديوهات اللي بتنزل هنا في العادي، والشيء اللي مشجعني ان انا اقدر اعمل فيديو زي ده باريحيه هم الناس اللي بتدعم القناه بشكل مباشر. ايوه، ستايل الفيديوهات العادي هو مستمر، كل حاجه بتنزل زي ما هي، بس انا كنت عايز اجرب اعمل الفيديو ده وافتح الملف ده مره تانية حتى بعد مرور السنين دي كلها. فشكرا لكل الناس اللي عامله انتساب في القناه مهما كانت ايه الدرجه اللي هم عاملين انتساب فيها، وبرضه شكرا لكل الناس اللي بتعمل اشتراك في القناه وبتعمل لايك وكل الحاجات الجميله دي. ابقى خد نظره على الانتساب او الجوين اللي موجوده تحت، وشكرا على دعمكم المستمر. دلوقتي بقى بمناسبه الكلام على ايه الانتساب والفلوس والرأسمالية والكلام ده كله، خلينا نتكلم على السوق الغريب اللي مليان فلوس اللي بيستهدف الناس اللي بتتبع الحميه الغذائيه النباتيه. ونجيب الموضوع من الاخر، السوق بتاع الفيجنز هو سوق سخن، تمام؟ لان السوق ده مربوط بحاجات ليها دعوه بالشباب بتوع الايام دي اللي يقدروا يتعلقوا باي كوز. هو غالبا بيكون جود كوز، يعني غالبا بيكون سبب نبيل، حاجه حلوه ان شخص يكون معاه، حاجه حلوه ان الشخص يكون بيدعمها. بس بتيجي بقى ايه الشركات الكبيره كده تلاقي ان اوكي في قاعده جماهيريه جامده للشيء ده، فاحنا نقدر نعمل فلوس منه طالما ان الشباب دول واعيين للشيء ده. فبرضه بيكونوا مغفولين بقى على حته ايه الاستهلاكيه اللي موجوده في البشر كده. فزياده على ان انت دلوقتي لو عايز تكون شخص فيجن 100% بنظام صرف، هتلاقي ان في منتجات كتير بتدفع لها فلوس على الفاضي. بس ما دام انت شخص مهتم بصحتك فانت عارف ان انت اكيد هتدفع الفلوس. فغالبا لو انت يهمك النظام النباتي، انا ان انت تبعد عن الحاجات دي. لا، في كل حاجه متوفره عندك برخيص. لازم تجيب الحاجات البراندات دي، تجيب لك ايه افوكاتو من امريكا علشان يوصلك. ليه يا عم في ايه؟ ماله البتنجان؟ فناس كتير حبت تجرب نظام الحياه النباتي، فقال لك انتوا وحشكم اللحمه والفراخ طعمها عامل ازاي؟ يدخل لك الشركات وتعمل لك لحمه وفراخ بس فيك، لحمه وفراخ بس فيجن، وفي منهم موجودين هنا في مصر واسعارهم عاليه بغباء.
الاشهر طبعا اللي موجودين في المجال ده واللي عملوا اكتر من حوار في ظهورهم في الميديا هم بيوند ميت. وانا جربت بيوند ميت شخصيا وبصراحة لا هو فعلا طعمه 100% زي طعم اللحمة، بس برضو ما ينفعش حد يعامل الشيء ده كأنه شيء صحي مليان كيماويات بيطبخ في زيت، بل بصراحة لما تيجي توزنها الأضرار اللي ممكن تجيلك من الشيء ده اكتر من الاضرار اللي ممكن تجيلك لما تاكل برجر عادي. ولكن للعدل كتير من الناس الفيجنز ما بيقولش ان انت تروح تاكل البيوند ميت وبتاع والكلام ده، لا هو بس بيقولوا ان لو انت وحشك اللحمه اهو موجود حاجه زي اللحمه عشان بس ما تطلعش من بره الفيجن يعني ما تطلعش بقى خد البيوند ميت اللي هو كده كده وحش ليك اساسا. اقصى حاجه ممكن تقولها لما تكون شخص عادل يعني تقول ان هو بيساعد البيئه، ماشي دي ماشي ممكن صح، بس مره تانية لازم نعترف ان الحاجات اللي بتحاول تبيع المنتج بتاعها وهي بتتبنى الاسلوب ده اللي هو لو انت اشتريته يبقى انت كده بتساعد البيئة، هما بيلعبوا على فكرة التأثير الفردي، ان انت لما تعمل حاجة لوحدك انت فعلا هيكون ليك تأثير على اللي بيحصل في البيئة، وبيغمضوا عينك على الشيء اللي انت المفروض فعلا تكون بتعمله، وهو ان انت تتكلم على الناس اللي فعلا عندهم قوة اللي يقدروا يعملوا حاجة تأثر في البيئة وتحمي الكوكب بتاعنا. ما بقولش ان انت ما تعملش دورك، لا اعمل الدور بتاعك، بس في نفس الوقت ما تسكتش على ده وحاول تاخد خطوة كمان علشان فعلا نحافظ على الكوكب بتاعنا من كل النواحي. لا هو بصراحة يعني كمظهر كستريبس دجاج اهو في كراست. وعلشان ندي البراندات المصرية حقها في التجربة اللي احنا بنعملها هنا، جربنا الستريبس الفراخ وجربنا برضو البرجر الفيجن المصري. ما بتخدعش اي حد، انا عمري ما شفت برجر باتي كده يعني بيرفكت كده، لا ما مش عارف مش حاسسها. اوكي ما بيدخلش في الشوكه زي الستريبس الحقيقيه. بسم الله. هو انا مش عارف ايه اللي انا كنت متوقعه، بس عمري ما كنت متوقع حاجه تبقى استغفر الله العظيم يعني لا غلطه كبيره يعني عشان اكون صريح من قبل حتى ما ادوق البرجر. انا دوقت البرجر الفيجن قبل كده ماشي ممكن تتخدع فيه، بس لا ده صعب جدا. ورق الباف باستري مطبقينه فوق بعض على اساس ان هو يعمل اسمها ايه الشرائح بتاعت الدجاج. اوه نو 1 من 10 مان. انا على امل ان البرجر يكون احلى. 100% فيجن برجر اوكي يعني هو من بعيد لو بصيت عليه وغمضت عينك كده يعني هتشوف ان هو همبرجر، بس هتبص تقرب كده هتشوف ان هو قد ايه دراي. بس خلينا نشوف. طعمه زي اللحمه ايوه، بس ده معناش ان هو دراي بشكل مش طبيعي. يلا دراي بشكل مش طبيعي. مش اي حد يقدر يعمل اللي هو الامبوسيبل برجر والبيوند برجر ده هنا في مصر، دول ما بيتباعوش هنا. ده نسخ تانية بس الطعم ايوه قريب، بس ما اقدرش اقول ان التجربه نفسها. وعلشان ناخد رأي تاني، مراتي عدت علينا في الاستوديو وقلت لها ان البرجر ده هو برجر عادي ما فيهوش اي حاجه، ولكن دي كانت ردة فعلها. هي دي طعميه؟ في جمله بسمعها كتير لما اكون بتفرج على مثلا يوتيوبر بيتكلم على الدايت الفيجن وبتاع والكلام ده، وهي الجمله صراحه من بحوثاتي هي حقيقه وصحيحه، بس في بعد تاني ليها تمام، وعايز اخد رايك فيه وانت تفهمني اكتر عنها. الجمله هي ان كل الحاجات الجسم الانسان محتاجها سواء كانت من فيتامينات من فاتس من بروتين الى اخره، كل حاجه الانسان محتاجها يقدر ياخدها من مكان بلانت بيست تمام، من النباتات ما عدا البي 12. الموضوع هيبقى فيه لعبه صعبه جدا انك تبقى حاجه اسمها السستينابيلتي بتاعتك في اللايف ستايل، تقدر
تابزورب الموضوع ده كله، فاهمني؟ وبصراحه ده شيء بقى ملحوظ بشكل مش طبيعي. كتير من الناس اللي كانوا بيطلعوا قدامي كده اللي بيتبنوا نظام الحياه الفيجن والكلام ده بيعترفوا بالموضوع ده، بيعترفوا ان يعني كل واحد ليه السبب بتاعه، بس كتير منهم بيقولوا ان ما قدروش يكملوا في نفس النظام ده لمده طويله. وانا ما بقولش ان لا ما فيش ناس بيقدروا يكونوا فيجن لمده طويله، بقى في ناس تقدر تعمل الموضوع ده، بس زي ما قلنا في البدايه اجسام البشر مختلفه. هل الموضوع ينفع بس هيبقى محتاج حاجتين. محتاج انك تدخل كميات كبيره من الكربوهيدرات عشان تعرف عشان خلي بالك في فرق ما بين حاجتين، البروتين بتاع النبات والبروتين الحيواني. الفرق في حاجتين، البايو افيلابيلتي وحاجه اسمها الامينو بروفايل. عشان انت لو انت فيجن بروتين وعايز تظبط الحته بتاعت الكالوريز دي وتظبط الحته بتاعت الاكل الكتير، فانت محتاج سبلمنتس فيها بقى فيتامينز معينه اللي ناقصاك من الاكل، فيها امينو اسيدز تانية بتتجاب من اللحمه بس انت هتاخدها عن طريق السبلمنتس اللي هي مستخلصه من حاجات تانية، فانت ما تدخلش لحمه صريحه او فراخ صريحه عشان ما تدخلش في المعتقدات بتاعت الفيجن وما تدخلش في المعتقدات دي. فانت عندك حاجتين المفروض تعملهم. فانت انا شايف ان وكمان في حاجه مشكله تانية، ان ممكن يكون في سبيشال كيسز. يعني مثلا انت مثلا راجل فيجن بس عندك مثلا انيميا فول مثلا، فانت محروم من الحاجات اللي فيها بقوليات اللي هتدخل لك كميات برضو كويسه من البروتين، برضو فيها كربوهيدرات. بس انت فهي انت ممكن تمشي فيجن بروتين او ممكن تمشي فيجن بروتين لو عايز تدخل بروتين انتاج بتاعك، بس هتتعب شويه، هتتعب كتير ومحتاج بحث كتير ومحتاج فلوس اكتر. يعني انت خلي بالك، انت ممكن تكون حاسب ان ال 100 جرام لحمه قدام ال 100 جرام فاصوليا. طبعا انا هبقى ارخص لي ناكل فاصوليا، بس عشان تكمل احتياجك لو انت عايز بقى الهيلث لايف ستايل او عايز شيب معين في جسمك، انت هتحاول تكمل بقى احتياجاتك. هتلاقي نفسك بتدفع اكتر، هتلاقي نفسك بتجيب كينوا، هتلاقي نفسك بتجيب حاجات بقى معينه كده، انت عارف الحناتيف بتوع الناس دول حاجات معينه، هتلاقي نفسك بتدفع اكتر بكتير من ال 100 جرام لحمه اللي هم اصلا هم غاليين بس هيدوك الافاده بتاعت دي. ده مش معناه انك لازم تاكل لحمه عشان توصل لشيب معين، بس ده معناه تاني انك محتاج تتفتح اكتر. يعني محتاج ان انت تبص بص من البيرد اي، بص على الصوره البعيده، بص على اللايف ستايل بتاعك، وبص على الراجل ده او النظام ده محتاج قد ايه عشان تبدا تقرر هل النظام ده نافع لللايف ستايل بتاعي ولا لا. تمام، بس برضو انت ما جاوبتش على السؤال. انت لفيت ورحت وجيت، بس انت ما جاوبتش على السؤال بشكل صريح. تمام، انا مش رد على السؤال بشكل صريح. فكرني على السؤال طيب. تمام. هل ممكن تاخد كل النيدز بتاعتك عشان تكون انسان طبيعي عادي وشغال زي الفل من النباتات فقط ما عدا البي 12 بجانب سبلمنتس؟ يعني انت هتاخد نباتات وسبلمنتس هتعرف توصل. فالظاهره اللي جدا جدا غريبه بالنسبه لي هنا ان كتير من الانفلونسرز دول اللي هم كانوا بيعملوا قنوات ليها دعوه بالوصفات الفيجن والكلام ده، لما يطلعوا يقولوا ان لا انا ما قدرتش اكمل اكون فيجن عشان جالي مشاكل معينه، او ما قدرتش اكمل اكون فيجن علشان عندي مشاكل في بطني والكلام ده، كميه الهجوم اللي بيجي لهم مش طبيعي. انها هذه الحاله من التفكير الكلتش. لو انت طلعت بره السرب بتاعنا، اذا لازم تتهاجم ولازم نحطك فوق كده ونهاجم ونشاور عليك علشان تبقى عبرة للناس التانية لو حد فكر ان هو يطلع بره السرب بتاعنا. ده شيء غلط، بس انا فاهم ان كتير من الناس دول سواء كانوا عرب سواء كانوا اجانب مهما كانوا مين، بيجوا من مكان المهاجمة اللي بيعملوها يعني بتكون جاية من مكان جيد، بمعنى ان هم مؤمنين جدا ان الشيء ده هيساعد البيئة، او مؤمنين جدا ان الشيء ده فعلا هيصلح الحياة وهيمنع امراض وبرضه مقتنعين ومؤمنين جدا ان بالشيء اللي انت بتعمله ده انت بتساعد في تقليل المعاناة اللي بتحصل في المزارع بتاعت الحيوانات الغير اخلاقية تماما، واللي برضه اي حد بياكل لحمة برضه هيكون ضد اللي بيحصل في المزارع بالشكل الهمجي. بس برضه التطرف في اي حال من الاحوال ما بيكونش شيء جيد. لمعظم ايام الاسبوع بكون ماشي على حاجة نباتية نوعا ما، بس مرة او مرتين في الاسبوع ايوه باكل حاجات فيها بروتين حيواني، وانا ملاحظ ان ده نافع معايا جدا. انا مركز اكتر، انا مش تقلان اكتر، بنام كويس، بصحى كويس. ومرة واحدة بكتشف ان معظم الاكلات اللي انا بحبها هي اصلا فيجن منها بنفسها. يعني الكشري زي ما انت قلت هي وجبة فيجن 100%، الملوخية الرز مع بعض هي وجبة فيجن 100% لما تفكر فيها. فاللي هو ماشي الحاجات دي ظابطه معايا، والنظام ده ماشي معايا اكتر.
انت ايه رايك؟ هل ده مسار حلو انا اكمل فيه طالما ان انا مستريح فيه، ولا في حاجه انا مش شايفها؟ انا شايف ان انت عملت الاوبتيمم اكتر حاجه ممكنه. صح. ليه؟ انت خدت الحلو من ده على الحلو من ده. يعني انت خدت الحاجه اللي هتريح لك، مع ان انت خدت مش الاكستريم او ما خدتهاش 100%، انت خدتها تقريبا 60 to 70%، اللي هو مثلا انت 5 ايام في الاسبوع بتاكل فيجن، بتاكل نباتات، ويومين عشان بس ما تبقاش مشتاق وترجع تاني بشراهه ان انت تكسر الفيجن ده وترجع تاني بقى انك تاكل لحمه وفراخ ومش عارف ايه وكلها بكميات فانت عملت انت عملت الصح. انت عملت الاوبتيمم سوليوشن للكيس بتاعتك. يعني انت بتقيس اللايف ستايل بتاعك ناجح ازاي؟ بطنك مستريحه، حاسس انك كل يوم وانت بتصحى جسمك مش مكسر، حاسس ان انت فايق على طول، حاسس في الشغل انك مركز، وحاسس ان مفيش ولا انك بتقل في الوزن جامد ولا انك بتزيد في الوزن جامد. ده هو المقياس اللي انت بتقيس بيه نفسك وتقول انا اعمل تك الدايت واللايف ستايل اللي انا ماشي عليه ده تمام، ولا اعمل لا انا محتاج اظبط الدايت بتاعي. فانت لو انت سالت نفسك الاسئله دي وحسيت ان كله تمام، هي بس تظبيط الحته بتاعه الاستخسار بتاعه الاكل دي. لو بس عملت اكل على قد اليوم ده، او حتى لو عملت جانك فود بس عملت اوردر خفيف مش ضخم عشان اعرف اظبط بيها معدتي، فانت يا مان انت في الحته الصح، انت في الجرين زون زي ما بيقولوا. وهي بصراحه من غير ما اخد بالي انا لقيت ان انا ماشي بالنظام ده، وانا بقولش ان ده اجمد حاجه يعني، لا يعني وانا بكسر الموضوع ده كتير جدا وبعك كتير جدا، بس لما اكون ماشي على ريذم معين كده اهو، في نمط معين كده اهو، اول لما الاقي داخل فيه لمده طويله ما بصحاش من النوم في انفلاميشنز ولا اي حاجه، ما بحسش ان انا محتاج اخد سبلمنتس لده وده 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 وده. وانا ما بقولش ان انا عايز اكون فيجن عشان اكون زي الجلاديترز زمان لان كلهم كانوا فيجنز والكلام ده، ماشي دي معلومه جميله، وماشي في ناس كانوا فيجن وابطال وخرافيين وبيعملوا الشيء ده، بس انا مش عايز احشر نفسي جوه المكان ده واحس ان لا انا لو كسرت الشيء ده يبقى انا برتكب هرطقه، فاهمني؟ انا مش عايز اكون مهرطق للفيجنز، لا انا لست فيجن ولا اي حاجه، انا شخص باكل اللحم عادي جدا، شخص باكل الفراخ عادي جدا، بس حسيت ان لما انا قللتهم شويه اسلوب حياتي بقيت افضل، بقيت مركز اكتر، بقيت بعرف انام كويس، تمام. بس برضه ده ما يمنعش ان انا ايوه بعترف، والموضوع بسيط جدا واي حد يقدر يتفق معايا ان في فوائد كتيره بتجيلي لما باكل المنتجات الحيوانيه. يعني مش فاهم انا ازاي انا اقدر يعني اقاوم صحن منسف لما ينزل قدامي كده. صحن منسف ينزل قدامي اكيد هدخل، ولا يعني مكبوس كده بالفراخ مش عارف مين اكيد هدخل فيه، ولا تيس كده اوف. تعرفوا لو انا ينفع اكل منسف من الاردن يعني محترم كده ويعني حقيقي منسف حقيقي 100% مرة واحدة بس في الأسبوع، أنا مستعد أكون فيجن صرف طول الأسبوع، بس لو تقدروا تجيبوا لي المنسف ده بتاع كل أسبوع، فاهمني؟ فلو أنت فيجن 100% ماشي، أهلا وسهلا، أتمنى أن أنت تكون مستمتع وأتمنى أن أنت تكون واخد بالك من صحتك. لو أنت شخص بتعشق أكل اللحوم أهلا وسهلا، أتمنى أن أنت تكون مستمتع وأتمنى أن أنت تكون واخد بالك من صحتك. فيجن ان انت تكون فيجن ده هيطلب منك ان انت تاكل لاجومز كتير، بقوليات كتير، يعني ما بتكونش طيبه قوي مع بطنك، وتستدعي الى الذهاب الى الحمام للقيام بعمل رقم 2 كتير. الساعه عدت 12 وبكده انا خلصت ال 21 يوم. وبالمناسبه انا عملت قائمه للحاجات اللي انا قلت هاكلها بعد ما اخلص ال 21 يوم. برياني دجاج، البرجر اديني باكله دلوقتي اهو، شوكولاته لازم اكل شوكولاته، ملوخيه، فطيره شاورما، منسف يكون موجود. وانا عارف ان اتاخرت جدا عشان ادي الجزء الثاني او التعريف او الرد للفيديو اللي حصل ده، بس اهو وصل. شكرا على متابعتكم ووصولكم لنهايه الفيديو. انا محمود اسماعيل واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.